الله يمسيكم بالخير. دارت الأحاديث حول قصيدة يا جار كان قطعتني برقع الطير، قصيدة الهام من الجمهور ما الله بعليم، لها 34 سنة. القصيدة هذه أنا قلتها عام 90 أول ما دخل العراق على أهل الكويت، وجاونا أهل الكويت من ديارهم أول ما ظهروا، وتعرفون الكارثة اللي صارت عليهم، بعضهم ما ظهر إلا بثوبه، ويلا أنا ظهر أسرته واللي معه، واللي ظهر عائلته في ذاك الوقت فهو منتصر. وكنت أول ما التحقت بالجيش السعودي في المنطقة الشرقية في مدينة الملك فهد أول ما تأسست في آخر 89، وتوني في بدايتي وماخذ لي بيت مستاجرة في مخطط 91. مخطط 91 هذا توه في بداياته، وتعرفوا المخططات أول ما يبنى هناك بيت وهناك بيت وهناك بيت، ما بعد حتى لا إنارة ولا زفلت ولا، وكله راك وحمض. ماخذ لي بيت جنبه بيت جديد، وتو حنا وأثثته ومجهزه، ويوم الله راد وغزا العراق على الكويت وظهروا علينا المسلمين هاجين بعوائلهم. جذاك النهار وأنا جاي من الدوام، لا والله السيارة اللي واقفة جنب البيت اللي بجنبي لوحتها كويتية مبالة جديدة، ولا والله هذا الأجودي جايني. السلام عليك يا الأخ، قلت عليكم السلام، تفضل يا ولد. قال من أنت؟ منهم من القبائل. قلت أنا من يام. أقلط. قال فالي طيب، رجال من أجمل الرياجيل وأحسنهم مشورة بن حمر من خير من دواهي الرجال. أقلط يا ولد. أنا والله سمعت يقول فالي طيب. قال يا بالحلال، عندك خبر في العراق اللي غزا الكويت؟ قلت نعم عندي خبر. قال حنا بالحلال ضوينا هنية بعوائلي معي، ولقيت دورنا البارح ولقينا ان واحد راعي مكتب اليوم وورانا البيت هذا، وقلنا بالحلال خلنا نطيح فيه شوي وبنستاجره ولا بنشوف، وحنا والله ما عندنا الا ثيابنا اللي فوقنا. قلت يا ولد تشوف البيت هذا اللي عنده؟ قال نعم. قلت هذا توني مؤثثه ما له شهر، اثاثه جديد واغراضه جديده ومطبخه مليان، ثلاجاته مليانه. ادخل بعائلتك، وانا عندي معازيب هنا ودوامي هنا عندي، وانا وياك متلاحقين على كل علم. قال انا في جيرة يام. قلت انت في جيرة الله ثم جيرة بن سعود، ولا حولك الا العافية. ظهرت من عند الرجال وهو راح جاب اهله، وانا ركبت ان اعاني من العجمان من الهتلاني. قال له مرزوق بن دهش من خيرة الرجال شرواكم في الخبر، رجل اعمال وبيته مفتوح للرايح وللجاي. جيته الله يغفر له، وكان يحبني ويقدرني يمكن في غلا عيالها واكثر. قلت له يا ابو دهش الوضع كذا 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 كذا، وانا اجواد جايني رجال بين عليه انه من عرب، والرجل ماخوذي ولا عينوا لهم حتى البيت اللي يثثه، انا ابغى لي منك سلف اسن الرجال. قال ابشر. ظهر الشيك وكتب لي 50,000، وقال الان روح اصرفها من السويكت، شارع السويكت، وروح انت اشتري اغراضهم. خذيت الفلوس ورحت للدمام وجمعت جميع اللي اعرفه، المطابخ وجميع الاثاث اللي اعرفه، حملته على 3 دينات. ويوم جاء المغرب ولاني واصلنا الرجال وادق عليه وهو في البيت، ولانه قايم من النوم، قلت يا ولد شوف السيارات عندك هنا، الموكيت والكنب وكل ما تبغي يبغون في البيت مجهز، وانا بكره ان شاء الله بيجيك، اذا عاد فيه ناقص ابشر. والله الرجال تاثر وظهرت دموعه، ولا ودي اني اشوفها، وانا والله تاثرت من تاثيره، ومشيت من عند الرجال وامسيت عند مرزوق الله يغفر له، والصبح داومت. ويوم عودت على مرزوق للضحى وهو يفطر الله يغفر له، قلت يا ابو دهش باقي 30 هذه، وهنا المصروف 20 ان شاء الله بعطيك اياها. قال اسمع انا ما اعطيتك ال50 وانا ابغاك تردها. انا قلت يمكنها ناقصه ما توفيهم. بالنسبه لل30 اللي معك عط لهم 20، وبالنسبه ل10 خلها معك تساعدك في مواجيبهم. رحت من عندها الله يغفر له، وجيتهم. يوم جيتهم ولا والله أن الرجال قد هو
جالس في مجلسه مستانس، ولا والله قلطني الأجودي، والله إنه مسفهل مستانس، ولا إنها جايتنا له مرة فيها من العروبية والجمال شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. جايتنا بالقهوة وقلت يا هاب الريح أنا لك 10، وأنت يا بنت الأجواد هنا لك 10، ساعدكم في اللي عاد تبغوا. قام الرجال وتأثر وجلس يثني الله يجزاه خير، إن كان عاد حي وإن كان توفى الله يغفر له. المهم الرجال شوية له جايتنا هذه البنت اللي جايبت لها أغراض من داخل البيت، عمرها 12 ولا حوالينه. قال هذه بنتي بخيته. قلت أنتوا من أهل الشمال وتسمون بخيته؟ قال جيراننا من المرة في الكويت وأمهم قال لها بخيته أمرة فيها خير وسمينا عليه. ولين ذا البنت اللي لا إله إلا الله جداية لها تضرب لها عند عرقوبها، وذا الوجه اللي لا إله إلا الله سبحانه اللي خلقها. طبعا أمها جميلة جمالا ما هو طبيعي، وأبوها بعد جميل جمالا لا إله إلا الله. ويوم جات ونزلت عمرها ما 12 و11 و12 حواليها، ونزلت الأغراض على الطاولة. قال سلمي على جارنا، وتقبل علي يوم سلمت وتقوم جدايلها وتطيح علي. ما أدري وش قالت لها أمها. البنت في جمال فكري وفي جمال خلق من الله سبحانه وتعالى، ما هي يعني ما عندها شيء من اللي يفكرون الناس فيه، يعني سبحان الله حتى تفكيرها في غاية الجمال يعني والرفعة والسمو. انحرجت البنت. قال ترى والله ما عندها ثوب هذا اللي عليه، ما بعد نروح ما عندها الا ثوب هذا اللي جبنه. انا عاد معي 10 وارد ل 10 وانا اعطيها البنت. زانت الامور اسفهل والاجواء دعين وخير، وزين له مشب من برا وجر الرباب، ورح انا وياه نتمشى واستانس الرجال، وحضر لنا حفلة في الثقبة اذكر فيها انا وابن طماحة السبيعي الله يرحمه. وكل ما رجعت من الدوام وجيت له والله ان البنت واقفة على الباب تحرى موعدي، لانهم يبغون يقلطوني يا القهوة يا الغداء يا، وانه في الليل وقت الشبه ارسلها علي اذا اني موجود في البيت، واذا جاءتني تلوت في رقبتي، وهنا صورة ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. وكل يوم انا اشوف فيها جمال غريب. يوم الله رادوا يجر ربابه ذاك الليل وانا جاي ذاك النهار وشفتها واقفة على الباب وابغاهم يبرقونها عشان ما عاد سلم علي. وزين لي ذي القصيدة اللي انتم خابرينها. يوم جيت عندها قالت يا لابي ما زينت شيء من القصايد نجرها على الربابة. قلت لا والله زين يا جار، كانك طعتني برقع الطير طيرك وحش، وقلوبنا مستميتة لولا يا رجل من رجال بهم خير ما صد، وغض النظر من بخيته يا جار طيرك كل ما عرض عصير، ما ادري على ما يلتفت ما دعيته يمر كنه شارد الصيد، لا ذير لا ابوه حيه وميته اغير وانذر القوم واغير وابيع روحي وانهزم لا بغيته يردني يا جار. طبعا لنا غير الجار ما ندرج الغرات بيته، يبقى على حشمه وشيمه وتقدير، ويروح عني بالردى ما قفيته من خوف شيء ما بعد صار ويصير، يما هدمت البيت ولا بنيته بعد عن الهين معزه وتوقير، ورجم على غير النقاء ما بديته يحدني يم الخطا دون تبرير، اللي بلاني بالهوى ما بليته وانا بشر مني خطايا وتقصير، الله يغفر كل ذنب جنيته. قال هذه كلها في بخيته. قلت نعم. قال لا والله مبرقعوا، يقول برقعوها يوم جاء اليوم الثاني ولا انا برقعها هو لانها يوم ردت الجمال بجمال ثاني. قلت يا بالحلال الله يرحم والديك خلها بدون برقع، لا تردنا في مشكلة أخرى. واستمرينا احنا وياهم في الجيرة الطيبة، واخذنا جات المرابطة ورحت صوب النعيرية وصوب الخفجي وصوب ذيك الديار والأجواد، راحوا الحفر الباطن وراحوا الرفح حول ديارهم وعلى العز والمعزة